القهر والتهجير. بعد سقوط غرناطة سنة 1492 المسلمين اتوقعوا إن اتفاقية الاستسلام اللي مضوها هتحافظ لهم على دينهم وحريتهم، لكن خلال 10 سنين كل العهود دي اتكسرت. وعايز أقول لك إن لفظ موروسكي معناه المسلم الصغير أو المسلم المقموع، وتم إطلاقه على المسلمين اللي بقوا في أيبيريا بعد انهيار الأندلس وسقوط غرناطة بهدف التقليل منهم واسترقائهم. في عام 1502 صدر مرسوم في قشتالة بينص على الآتي: يا إما المسلمين يتنصروا يا إما يسيبوا البلد. وسنة 1526 اتكرر المرسوم في غرناطة، ومن ساعتها وملايين المسلمين بقوا مسيحيين جدد، لكن الحقيقة كانوا مسلمين في السر. تخيل معايا حياة الموروسكي: ممنوع تتكلم عربي، ممنوع تلبس زيك الإسلامي، رمضان ممنوع، الصلاة ممنوعة، الأكل الحلال ممنوع، ده حتى الحمامات الشرقية اتقفلت بالكامل لأن الكنيسة كانت بتعتبرها علامة على الإسلام. محاكم التفتيش كانت بتفتش البيوت، بتدور على مصاحف مخفية أو أي ورقة مكتوبة بالعربية، ولو لقوا عندك آية واحدة فمصيرك الحكم بالإعدام. ولو شافوا إن أنت ما بتشربش خمر أو ما بتاكلش لحم خنزير يبقى أنت مسلم متخفي. الأطفال كانوا بيتسحبوا من أهاليهم وبيتم تربيتهم تربية مسيحية، واللي قاموا كان مصيره يا إما الحرج يا إما السجن. لكن رغم كل ده المورسكيين قاوموا، كانوا بيعلموا أولادهم القرآن بالهمس، كانوا بيخبوا المصاحف في جدران بيوتهم، كانوا بيحافظوا على اللغة العربية ما بينهم في السر. وده اللي خلى هويتهم تفضل عايشة لحد 100 سنة بعد سقوط الأندلس، لحد ما جت يا صديقي سنة 1609 لما قرر الملك فيليب الثالث إصدار قرار بطرد كل الموروسكيين من أسبانيا. في خلال 5 سنين 300 ألف مسلم تم تهجيرهم من بيوتهم، كتير منهم ماتوا في الطريق، سفن تم إغراقها عمد، نساء وأطفال تم بيعهم كعبيد، وصل منهم لدول ساحل أفريقيا الشمالي زي المغرب وتونس وغيرها، عاشوا هناك كمشردين وكغرباء. وبعيد عن ده كله الهدف من المرسوم كان واضح،